شنو سبب وراء اختفاء هشام باندا من قناة العزاوي فاميلي ولا ابراهيم لأكثر من مدة ديال 3 أشهر؟ بصح فيه مشكل بيناتهم. علاش حل القناة ديالو في اليوتيوب اللي سميتها هشام باندا؟ هادشي وكثر. الا بغيتي تعرف ديما الفيديو حتى للاخير. ما تنساوش لايك وابوني وشي كومنت زوين بحالك وبارطاجي مع صاحبك. لهذا بلا ما نطول عليكم بزاف ليتس جو نبداو. لا راه بغاو يديوهم خاويين باش يجيبوا معاهم الكادوات تاع الشيري. انت يلا صافي حيد الباليزات كلشي مقبولي. يا كيف ما كتشوفوا حنا مجموعين على مائدة الافطار. هادي خاصني ناخذها، هادي خاصني ناخذها. علاش؟ بغيتي ناخذها بغيت درهم. لا ما نقدرش نخليها، ما نقدرش نخليها. خصني ناخذها. انا شحال كنجري وناخذها. ما خديتهاش. يلا خلاص راك بقيتي غير واحد نتايا، بقيتي واحد اللي بقى واحد وما بقاش اخر حلوه ومازال واحد الحاجه اخرى راني موجدها زايده. واخيرا وصلنا ل 100,000 مشترك. والله حتى كنبغيكم بزاف. هاكا قبل اخوتي وما ننساوش بطبيعه الحال الحلوه. حشو ما ننساوها اخر حبه غادي ناكلوها حاليا. هشام ولا هشام باندا ما كاينش اللي ما كيعرفوش، هو الاخ ديال ابتسام العزاوي، وابتسام العزاوي هي الزوجه ديال ابراهيم ولا العزاوي فاميلي. اجي مده طويله هو كيصور معاهم فيديوهات، مقالب، تحديات، فلوغات، تقريبا من سنه 2014 ولا 2015 هو كيصور معاهم الفيديوهات. القناه الاولى ديال العزاوي فاميلي 1 ولا هاد القناه ديال العزاوي فاميلي 2. شنو باش دي وريني ما ندير واش هادي ولا هادي حق الله الا. يلا حبس، غادي نزيدو في التحدي مزيان. كل واحد فيهم غيقول لك رقم وغتمشي مع اللي بغيتي. شنو الرقم الهام تقولي ليه؟ واحد. ها 1 2 3 4 5. الهام شحال شنو الرقم قلتي لي؟ واحد. هشام نوبتك يلا تشوت. يلا هشام يو ار وان كرو. يا غير ورد انمي اوف وان كرو تشوز. تشوز يلا سير. هيا دير اللي حدايا مولي في القوم ديالو فهمت. هشام باندا اخر فيديو كنصورو مع العزاوي اجى اكثر من 3 ديال الاشهر ومن بعد حل القناه ديالو. ودرت لاشين انا لله ودعمت. واخيرا انا هابي. السلام عليكم الخوت، معكم باندا ومرحبا بكم في فيديو جديد. انا فرحان بزاف من بعد بزاف ديال الوقت كنتو كتطلبوني في الانستغرام ديالي اللي هو هذا طبيعه الحال، كتقولوا لي دير لاشين فتح قناه. وهشام وقتاش غدير لاشين ديالك؟ واو هي جات الفرصه، انا درت لاشين. اول فيديو الاول ومازال الخير ومازال الحماق ومازال التصطيا. في هذا الفيديو ما عمرني تعصبت وما عمر عيني. هذا دليل قوي باش نعرفوا بلي هشام باندا ما عنده حتى شي مشكل مع حتى شي واحد، يعني غير بغا يصوفي راسو وبغا يدير المستقبل ديالو بحال اشكا واشكيطا وعائله ماكا وابراهيم العزاوي فاميلي نيت وميد الصاعي. وملي جبنا ميد الصاعي الدراري بغيت ندير لكم شي فيديو ديالو بغيكم عاش خبر ونجيبوا القصه ديالو قولها لنا في الكومنتات الدراري وحنا معاكم، حيت شاف وعرف بلا اليوتيوب فيه الفلوس ديال بصح. واخا ابراهيم ولا العزاوي فاميلي كان مهلا فيه ديالو بصح وكيعتبرو بحال خوه الصغير ولا ولدو، ولكن راه تبعو مستقبل وخاص يكون عائله صغيره ديالو. داكشي علاش دار باج ديالو اللي سميتها هشام باندا ودار فيها محتوى ديال الجيمنج. في اقل من مده شهرين وصل اكثر من 100,000 متابع بحكم الخبره اللي عنده في اليوتيوب. وفي الصراحه ناضي هشام وكيعرف كيفاش يخليك تكمل الفيديو حتى الاخير. واحترم راسك اصاحبي، احترم راسك. يا والله حتى غنضربوا به. هاك فين التربيله عقت به شفار. هو سير والله تسكن ديال فري فاير في هذه اللعبه ما يمكنش. والله حتى غنحماق انا غنتصطى في هذه اللعبه هذه السبب الثاني اللي خلاه يغيب على قناه العزاوي فاميلي هو الاب ديالو اللي كان مريض ودار عمليه جراحيه الله يشافيه. بتقولش ينزل الكومنتير ويكتب لي الله يشافيه وبغى يجلس معاه، حيت الاب ديال هشام وابتسام عنده حانوت ديال المواد الغذائيه، خاصو يجلس ويقابل هذاك الشيء مع الاب ديالو. هذا هو الراي ديالي انايا وداك الشيء اللي فهمت من داك الشيء اللي شفت. وبزاف ديال الناس غادي يسولوني شحال كيربح من اليوتيوب. انا ما غاديش نقول لكم حيت حشومه تكشف الارباح ديالو، واصلا ما غاديش يكون تيربح شي حاجه اللي كثيره حيت القناه يلاه بدات وباقي الارباح قليله. المهم
واللي وصل حتى لهنايا كتب ليها في كومونتير فركوس باش ندوزك في الفيديو الجاي. ما تنساش لايك وابوني وبارطاجي مع صاحبكم. كانت هذه هو السبب وراء اختفاء هشام باندا من القناه تاع العزوي فاميلي، وضروري شي نهار غادي يجي عندهم الاكادير وغادي يعرف وغادي يصور معاهم شي فيديو شي نهار، ولا العزوي فاميلي يمشي عندهم القلميم وغادي يسميتو. والصراحه يتمنى يكون هذا هو السبب وراء اختفاء ديال هشام باندا من القناه ديال العزوي فاميلي. المهم الاخوان بلا ما نطول عليكم بزاف، الفيديو هذا مدة هو مسجل عندي. شفتوا الارقام ديال هشام باندا التخيرات ولا شي حاجه تخيرات، عرفوا راه غير حيت كنا دايرين التغطيه ديال المنتخب المغرب في الكينغز ليغ، وكمان كانش عندي الوقت بزاف بحكم القرايه والدراسه والامتحانات اللي كانوا عندنا في هذا الدور هادي. الا كان عجبكم هذا المحتوى بغيت نكملوا فيه الدراري قولوا لنا في كومونتير، واي فكره حطوها ليا راه غادي نديرها ما تعرف تعجبني. المهم الاخوان طلع نمشيكم في جديد كان معكم خوكم فركوس فاميلي وان، خوكم وحبيبكم تهلاو. هذا البربر جاي كالبرق، واللي بغى يبان ينوض المنبر. هذا دول البرد جاي كالمرض، هالعرض ما سكت تشوف على منظر. الوطن خير يطلبوا الخير، اخي بيان فوني بالموت الا جات. والراب ماخر وباك الليخ بيبليك خصوصي العتاب ونجاس. داخل في الجيم بلا مانيطه، الروابا تيقيلوا يطلبوا في النجاس. صايق السفينه في يدي خريطه، والوالده تقول سير هالنجاح. صغير وعايق بالعباد الوطن، تا الدماغ تيقول بدل الجنسيه. معذب خلوق انايا في الدنيا، ربي يدير الخير عتق البشريه. الحمد لله مكسي لباس